أخت خديجة هي برلمانية سابقة ومستشارة حالية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. أولا أشكر الحاضرات والمحاضرات على هذا الحضور الكريم وهذا الحضور الذي يثلج الصبر ويفرح القلب، لأن هذا الحزب العتيد فقط هو تاريخ وحاضر ومستقبل. للذين يقولون أن الاتحاد الاشتراكي لم يعد له تواجد وأنه بدأ يتحطم وأن كذلك، لا، الاتحاد الاشتراكي عندما كنت في الانتخابات الأخيرة وكنت كلما طرقت بابا يقول لي في المدينة، لأنه أنا دائرتي في المدينة القديمة، أنا عضوة مجلس مقاطعة كونغرس المدينة وعضوة مجلس الجماعي أيضا، فكنت جد مستغربة. كلما طرقت على باب أنا عندي ترحيب خاص، اسمحوا لي سيدة زاس قلبي صديقة عزيزة جدا، وقد فرحت جدا عندما قالت لي الأستاذة ميلودا أن الأخت نزهة ستحضر، وأجلت عدة أمور لكي فقط صلة الرحم معها. ومرحبا بك في مراكش. عندي بعض التساؤلات. احنا 12 سنة على الدستور اللي فيه ينص على المناصفة. أنا عندي بعض هذا السؤال السادة المحاضرين والسيد العميد المحترم، هل تحققت هذه المناصفة؟ لا لم تتحقق بكل صراحة، ونقولها علانية وفي الصحافة، لم تتحقق. ولا أدري صنع القرار المرأة ليس لها وليد. أنا الذي لاحظته منذ سنين وأنا في السياسة، لم أرى رئيسة مجلس النواب امرأة، رئيسة مجلس المستشارين امرأة، رئيسة حكومة امرأة. إذا ما هو تواجد المرأة داخل الأحزاب وهي لا تستطيع أن تكون فترة رئاسة الحكومة للنساء وفترة رئاسة الحكومة للرجال؟ هذه هي المناصفة الحق في السياسة وفي صنع القرار المغربي. إذا لم نرى هذه الأشياء في أعيننا فلا نقول أن هناك مناصفة. ثانيا، عندي تساؤل أيضا، لماذا المرأة عندما تتقدم أو تكون في منصب من مناصب صنع القرار أول من تبدأ بتحطيمه هي المرأة التي معها؟ لا أعرف لماذا. فكرت أو كفاءة أو هذا، تجد الحق من أختها. لا أعرف. بدل أن أنا أجد الرجل يدفع بصديقي بأخي هذا أستاذ جامعي، هذا محامي، هذا لا، سي فلان تفضل تستحق. بين المرأة دكتورة جامعية أو أستاذة أو محامية كتشوفها واحدة أخرى دير هكا. السياسة كذلك، إنسانة عندها أفكار وتأتي بكتب، ألفت عدة كتب، ولكن عندما تأتي المرأة، وللأسف المرأة الثانية هي التي تسير الوضعية أو هذا، لا تعطيها أي قيمة. يريد من النساء أن تدعم النساء لكي نصل إلى المناصفة، وإذا لم ندعم نحن بعضنا البعض فلن نصل لأي قرار ولا أي قرار في جميع الميادين، ثقافية، تعليمية.